خانيت انت امي دي. الموضوع كبير يا ممدوح. وهي ليه بتعلي صوتها؟ ما توديها يا عم خليك في حالك، ما تتدخلوش انتوا بس في المواضيع دي. لا وديها على بيت اهلها. ست ان شاء الله هوديكوا كلكم معاها. لا ست غير، انا مش عايزك تعدي الموضوع ده على خير خالص. هروح دلوقتي اقول لها تلم هدومها وانت لم هدومك معاها. لا استنى بس، انا مش هسكت، انا مش هعديها على خير. على فكره في يا ماما انت في ايه؟ اتخانقتي انت وبالي؟ انا زهقت يا ممدوح. لا زهقتي من ايه؟ سيبي له البيت وامشي. انا لو ما طلعت معيشه مع الراجل ده ايه ده حياته كلها زعيق ويقول لي وديها، انا هوديها على بيت اهلها وانا حر. ايه ده؟ بس يا ممدوح ما تتدخلش يا ممدوح. لا ما تدخلش. لا انت امي برضه ما رضيتكيش حاجه زي كده. لا ما تعيشيش مع الراجل ده تاني. لا يا ممدوح ما تتدخلش. لا يابا ايه ده راجل حياته صعبه، ما يتعش معاه اصلا. ده ابوك يا ممدوح. يعني ايه ابويا؟ يعني لا ما انت امي ما يزعقلكيش. لا معلش. لا والمصحف ده نحلف طلاق 3. استني ياما انا هحاول اهديه. لا مالكش دعوه. لا استني بس انا ههديه عشان الراجل ده. ما تتدخلش. ههديه الراجل على مفيش مشكله بينك وبين ابوك. انا بهدي الدنيا ما بينكم. ده انا غلبان والله. بس انا لو منك لا ما اقعدش معاه ثانيه. ده انا اروح على محكمه الاسره تجيب لك حقك. ما تعملش مشاكل. محكمه الاسره تجيب لك حقك. استني ياما انت غلبانه. انت غلبانه وامك الله يرحمها كانت طيبه. ما تتدخلش. استني ياما الله يبارك لك. ايه بقول لك ايه؟ لم الدور بقى عشان هي على اخرها جوه. وقال ايه هو فاكر ان هو جايبني من الشارع؟ هو انا يعني ماليش عيله؟ لا بيت عيلتي اولى بيا وعايزه تروح عند اهلها وديها. لا يعني ايه يعني بتهددنا يعني بعيلتها؟ انت شايف كده؟ اصل يعني ايه يعني؟ لا انا ماليش اخوات وماليش بيت عيله. ما توديها يا عم تقعد عند بيت اهلها. هي هتهددنا ولا ايه؟ لا مش انت اللي بتصرف معلش برضه يعني انت صاحب البيت كده. انت صاحب البيت. لا يعني ما تحسش بكده. هي فاكره ايه؟ انت راجل بتتعب وتشقى في شغلك. المفروض تيجي هنا تلاقي طلباتك كلها متاحه وهدومك مكويه. انا ملاحظ انك عمال تسخن في الموضوع. مش بسخن يا بابا، بس انا بتكلم في الحق. انا راجل حقاني. انت بالك ومال الموضوع اصلا؟ انا راجل بتاع ربنا يا عم الحاج. ربنا لقيت 2 بيتخانقوا بهدي الدنيا ما بينكم. وديها على بيت اهلها. مش عايز تقعد معانا في البيت ما تقعدش. اتكل على الله يا ممدوح انزل. لا استنى يا بابا. لكن غريب يقول لي طلاق 3. مش بيحلف بالطلاق يا بيحلف بالطلاق. انا مش عايز اشوف في وشكوا في البيت ولا عايز اشوفها يا عم في البيت. خليها تروح على بيت اهلها. لا ده راجل غريب قوي. انا مش عارف اعمل ايه. عادي فداك ياما فداك. دي بتاعي ياما اهو. حاجتك بتتكسر ايه؟ حتى باصص لك في الحاجه اللي جايبها. والله العظيم انا لو منك اروح على بيت اهلي ما اقعدش في البيت. خلاص مشينا اهو. مشينا عشان تبقى تسكت. انا لو منك اروح ايه؟ شوف لي معاه 500 جنيه عشان انا اروح دلوقتي على بيت اهلي ومش طايقه العيشه في البيت. انا لو منك ما قعدهاش. في ايه اللي يا عم اللي يروح يجي مكانه طابور. في انت ازاي تستعمل حاجه زي كده؟ اديها فلوس. هات 500 جنيه انا هديهم لها. هات 500 جنيه اديها 500 اللي كانوا معاك. لا انتوا الصالحوا. اصل حرام برضو يعني الطفل زي اخويا الصغير ده لو انتوا اتخانقتوا دلوقتي. لا اديها 500 اللي انا اديتهم لك. يلا. ليه يا مراتي ولا مراتك يا عم؟ انا مالي بيكم. ربنا يستر عليكم ويهدي اللي ما بينكم يا رب. صفوا النيه بقى وعيشوا كده عشان ده انتوا عيشتكم بقت ما يعلم بقى الا ربنا.